واليوم تعيد أكل الملأ والجهال والعيادة خاصة الأسبوع الأول. قال كيف؟ قال واقتلبت المعدة، مو قلبها. أنت مليتها حملتها فوق جهدها ما يقلبها، هي ما اقتلبت ما أنت اللي قلبتها. معك أكل أنت وزوجتك كل الحاصل وكل الموجود اللي معك، اللي ميسر معك دجاج أكلت، معك زبادي أكلت، اللي معك موجود. لا ترق ولا تبذر أي شيء. يرجعوا بعد ما يكملوا يرفعوا هذا كله ولا القمامة. طيب في ناس يا أخي مستحقين، في ناس جالسين مرابطين بالجبهات والله ما معي شيء، ومرتي جالسة في المخيم في الجفينة والصمدة والكولة وغيرها ما معي شيء. ليش ما حقدت عليه ولا سألت عليه؟ لكن يولي يحشر نفسه وقام يدري من كل شيء، وظان انه احيانا قبل الفطار انه عاي يطحن الكلب كله. وهم اثنين انت والمرأة الموجود. الله ذكرتكم قلت لك احيانا واحد من الشباب طلق مرته اول يوم وما قال عرسان الا اسبوع من اسبوعين، وتفاوتوا يقل الشفوت، واني قد عملت لي سمبوسه وبنت الصاحن والميم يعني من كل ما هب ودب عاد يتجمل معه، وعملت لي سمبوسه وكل شيء العصيد والمرأة لين ما هم الاثنين بس. والرجل قال كان جاوع عاطش بالمسجد، حصل واحد اديله الدبه لمسحه ورد ابوه كان وقام بحق العطش. تروح البيت شابع ما بين يسرح عيني واللي به، وهني تقول والله لا تاكل، قل والله ما اذوق، وتقول قسما بالله لا تاكل، اني ضامني من ظهر واني اذا صلى والله المهم انت طالع. وانهم حامبين، وانه واحد براس السفره وواحد بشر السفله مثل على العبود تنس. ايوه وانا شفت جالس هنا كم من ذايب يا اخي. وبعدين يتصل علي انا اشتي بحياتك ايش بقى انا اشتي نعمل ارجع لمن قال لملا على اشتبوت على الشفوت. قلنا والشفوت وين؟ قال بخير. قلنا الحمد لله. اما الشفوت لا يقترع مجنانه. معك موجود الحاصل كل الموجود كلك لقمتين. فطرت لك عند واحد من الزميل لقمتين شويه تمر احيانا. هذا الملايين في مكه تعينهم في مكه نندي كل يوم رطب وماء ودنيا طيبه. والله كنا في مكه والله غلب ما كان رطب وماء ولا حليب مراعي بريالين، وتحصل يقص على ناس حال ويجي بعد العيد ان شاء الله وتحصل ما شاء الله من ور تقول هذاك هذه كل حنيذ وذي كل شوي رطب. قناعه من داخل. اللي ما بش قناعه من داخل ليش تحمل نفسه ما لا يحتمل. واني تحصل حتى المرأة ما اشتغلت لا بالقرآن ولا بالمراجعة ولا بالحفظ ولا بالصلاة، حاوشين بعد الظهر دي تعد الوجبات. ويا نفس ما تدوري ما نفس ما تشتهين ايش تشتهين وانت دي تكلي على طول السنة. يا نفس ما تشتهي اللي ما بقى معك يومين يقول لك نشتري الدين نخور انفسنا مو تخور نفسها. هذا دي تكل على طول السنة قارطة على طول السنة. دي تكل على طول السنة من كل ما جاء. ليش ما الحين طلع الطعم يشتي أكلنا؟ لا ترضي نفسك والله لو تدي له ما اديت ماش متجمل منك. فالواحد أحيانا عندما يأكل لقمة ولا شيء يحرص على ايش؟ ولا تبذر تبذير. اللي موجود معك أكلت منه واكتفيت به. الناس صلاة المغرب والعشاء والتراويح في رمضان. صلاة المغرب قبل المغرب قدك عارف الناس حاشرة داخل المسجد، حاشرة خاصة الأسبوع الأول عاد المسجد ملان والناس موجودين، وبعدها يبدأ شوية 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 يبدأ المسجد فل، وبعدها اليوم الثاني قدوا شوية، وبعدها النص، وبعدها ما يوم 10 إلا ورجعوا من حقنا الزباين حق يومي. وهذول كانوا مطنطلين معلقين بالدعسة تناطلوا إلا جاءوا شكلوا لنا زحمة بثنتين، شكلوا زحمة بالحمامات وشكلوا لنا زحمة داخل المسجد. وعادي ينتقد ليش ما تصلحوا يا أخي الصوت مش تمام، ليش ما تصلحوا الصندوق حق الأحذية، ليش ما المهم يعني. طيب قدموا إحنا نصلح وخلاص. والناس قا فطروا والناس قا زلجوا. أحيانا عاد الإمام ما قا تروح، عاد الإمام ولا المؤذن ما قا تروحش إلا وأصحابنا قا جاوا يصلي عشاء، وبعدين يدوروا عشاء المساجد ليش تي مسجد كذا خف وذرف أي ولا ها ما عند فلان قال له ما هناك يا أخي يطول. ها ما تشتنتان ادي لك واحد بالمتر يشتي واحد إمام سوا ذيك كذا قال يشتي يصلي عند فلان ما بالله ركعتين ما بش أكيد يصلون نص صفحة. والله ما بنقرأ إلا نص صفحة فقط 4-5 آيات نص صفحة، وعاد وبعد ما نكمل ركعتين تحصل الأخ يتمقمق. أخواني جزاكم الله خير. يعني النبي قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف
عليك ابن عثيمين يدي لك فتوى من راسه، ما قبل ركعتين عاد ثنتين فقط، ما قبلها 5 آيات. كيف نفعل؟ لو عاد الرجل يقيم البقرة وآل عمران والتوبة، ما رأيكم؟ والله ما يسلم مع أحد مع بله. ليش؟ لأنه ما استقبلناش رمضان استقبال قلوب، هوا جيوب. لو عندنا هوا قلوب احنا عن حبك. كان النبي يصلي، قال صلى بنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله بالبقرة. كم يا أخوان البقرة؟ 286 آية. قال كنت أظن يقف عندها لكنه استفتح وطلع سورة النساء. قال حتى اتكأ بعضنا على بعض، واحد فوق واحد، مستمتعين بتلاوة النبي، مرتاحين نفسيا، متابعين. قال والله أني هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أجلس. يجلس مش يقوم بعد الصلاة يقول اتقوا الله، شيء معاكم عقل، هذا ما عاشوا إسلام. كيف الإسلام إسلام مقرطس؟ هذا ما عاشوا إسلام يا أخي. الإسلام يعني دين يصلوا على النبي، هذا لا تضيق على الناس، خلي الناس يصلوا يلا الميم. وتحصل الناس دائما برمضان ايش يعملوا؟ يبحثوا عن من؟ مش عن الأطول، عن الأمتع، لا، عن الأخف والأذرف.